السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطار الأهلي لم يتوقف. متى سيذهب قطار الأهلي؟ يصل إلى القمة ويخطف درع الدوري الممتاز من بيراميدز، ولا في كلام تاني؟ النهاردة الأهلي وفيوتشر أو الأهلي ومودرن سبورت، ماتش كان قوي جدا جدا، وقدر فيوتشر يخش التاريخ زي ما بيراميدز دخل التاريخ، واللي قبله ان هو يحرز هدف في النادي الاهلي. وانا قبل كده قلت لكم اللي بيحرز هدف في الاهلي شكرا خلاص، يبقى كده ايه عليه العوض ومنه العوض. فمبروك للنادي الاهلي وجمهور الجمهور المحترم العظيم اللي بيشجع بانتماء مش بيشجع بعصبيه. دي اول حاجه. تاني حاجه نتكلم بقى النهارده فنيا شويه. الشناوي برضه اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات. مفيش شناوي خالص، لا يصلح للنادي الاهلي حاليا في الوقت اللي احنا فيه. لكن هو قبل كده بصراحه كان وحش افريقيا بعد عصام الحضري وبعد حراس كتير قوي. النهارده بقى خلاص يعني ثبت نفسه، اللي هو يعني مش مركز خالص في الماتش. ومصطفى شوبير يعني بجد يعني حارس بقى لازم ياخد فرصته كامله. وانا شايف بصراحه حارس مصر اللي هو مستقبليا لمصر كمان. تمام. لقطه اليوم بقى النهارده جمهور الاهلي، بجد اللقطه اللي عملها جمهور الاهلي لقطه عظيمه جدا جدا جدا. لعيبه مودرن سبورت او فيوتشر زي ما انتوا عايزين تقولوا جابت الجون وراحت على جمهور الاهلي بالصوره بتاعت احمد رفعت. يعني رد فعل غريب بقى، انا شفت رد فعل جمهور الاهلي، رد فعل يعني يحترم جدا جدا. جمهور يعني عايز اقول لك انا في اللحظه دي يعني بجد انا حسيت ان انا ايه، مفيش بقى كوره، مفيش عصبيه، لا حسيت ان احنا روح واحده، كلنا واحد في بعض. اما يرفعوا صوره احمد رفعت وكله يسقف ويقوم يقف والحاجات دي كلها، دي فعلا يعني بشكر جمهور الاهلي فيها جدا جدا. وجمهور محترم، ربنا كرمه النهارده وراح فرحان وبيقرب شويه كده ناحيه القمه. فالنهارده مبروك للنادي الاهلي. طبعا زي ما انتم شفتوا الماتش كده، الماتش كان رايح جاي، بالذات الشوط الاول كان رايح جاي. لكن الشوط الثاني الاهلي بقى شكل تاني خالص لما دخل فيه الجون طبعا، وامام عاشور اتعادل في الدقيقه 45 او 46. فرقت معاه جدا، يعني فرقت معاه جدا جدا اللي هو الجون دخل في وقت يعني ما بين الشوطين دي، تبقى يعني داخل 1-1 احسن من انت يعني داخل 1-0 للفيوتشر. فالنهارده كان من نجوم الماتش كان النجم طبعا قفشه. انا بحبه جدا، يعني انا بحبه جدا 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 عشان محترم، ما بيتكلمش في حاجه اصلا. يلعب ماشي، ما يلعبش ماشي. راجل محترم بصراحه، وفي نفس الوقت بينقل الملعب حلو، بيلعب زمايله. وعايز اقول لك برضو شواف، يعني ممكن يعني يخلق لك فرصه واثنين وثلاثه. لا لعيب كبير قوي قفشه. كان النهارده المفروض ياخد من وجهه نظري انا نجم المباراه، بس خدها كريم فؤاد. الاهلي 20 مباراه متتالي، فوز متتالي، رقم قياسي ده على فكره. هو اي نعم بيراميدز عنده 21، بس الاهلي لسه ليه مؤجلات. يعني الاهلي لسه ليه مؤجلات، يعني 20 ماتش ولسه المؤجلات بتاعته اللي هي ما اتلعبتش. هيتخطى بيراميدز كده يعني الاهلي هيكسب. تمام. يعني النهارده الاهلي كان الشوط الثاني احسن بكتير من الشوط الاول، في جماعيه، في روح. التغيير اللي نزل بيرسي تاو مع رضا سليم، على راي المعلق بيقول لك لو كولر قال لهم ينزلوا يعملوا كده مش هيعملوا. من اول لمسه، واحد اول ما نزل صنع، والتاني اول لمسه ليه سجل. فدي حاجه كويسه للفريق النادي الاهلي، ونقول مبروك للنادي الاهلي، فوز مهم النهارده، 3 نقط مهمين جدا جدا.
خلى بقى الدوري كده اشتعل اكتر وولع نار. عايزين بقى نشوف اثاره ومتعه، وان شاء الله القادم احسن، ان شاء الله باذن الله القادم احسن. ومش هطول عليكم. قطار الاهلي متى سيذهب؟ متى سيذهب الى القمه، ولا بيقف في اي محطه كده وهو راكب القطر؟ يا ترى مش عارفين بكره في ايه والله. واخر كلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبروك لجمهور الاهلي العظيم، وشكرا جزيلا. السلام عليكم.